كفيل السعودي اللي ناصب على احمد طلع ناصب على شباب مصريين تانيين غير ال10 دول كمان. في بعضهم تواصل معايا، وفي شباب عملوا حادثة ودلوقتي قاعدين في السرير في مصر. المعلم نزلهم مصر علشان ما يعملوش محضر فيه بسبب الحادثة وضحك عليهم. شباب غلابة جايين ياكلوها بالحلال، استغلهم ونصب عليهم. ودلوقتي في حوالي 7 في السعودية بقالهم سنتين من ال10، لأن في ناس عملت حادثة بالموتوسيكل نزلهم منهم أحمد. وعاوز أقول لك يا نواف العتيبي، الاشخاص السعوديين العنصريين اللي لا ينتمون للدوله المحترمه والمملكه السعوديه، اللي عمالين يعلقوا يقولوا فيلم جديد ومش فيلم جديد. الشاب متدمر نفسيا منكم لله. كل واحد بيعلق تعليق سخيف زيه منك لله. وانا بقول لك عمالين تقولوا ده هو عايش في اوروبا، انا اللي عايش في اوروبا وانا بساعد ابن بلدي. انتوا مفكرين اهانه المصري سهله؟ مفكرين لما تهينوا واحد مسلم بعيد عن جنسيته سهله؟ يوم القيامه ربنا هيقول لك السعودي الجنه والمصري النار. كل سوف يحاسب على عمله، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ورب الكعبة ما هنسكت، وحق أحمد والشباب هيرجع. ورب الكعبة ما هنسكت إلا لما ناخد حقه، لان انت راجل نصاب وضلالي ومنافق وحرامي، وضحكت على كذا شاب مصري. بتجيب الشباب تستغلهم، كل واحد يشتغل لك دليفري، يدخلك كل واحد في اليوم 100 ريال، تلم على قلبك قد كده يا ابو كرش، وفي الاخر تنصب عليهم وتستغلهم. يا جدع ده لو كافر، ده لو ابو جهل لو عايش مش هيعمل فيهم كده. ابو جهل وابو لهب ما كانوش بيعذبوا الناس بالطريقه دي. سنتين 2 تسيبه متعذب ومتمرمط، ولا عارف ينزل ولا عارف يشتغل ولا عارف ينزل لمراته وولاده، اللي سايب ابنه حته لحمه حمراء. واي شخص هيدخل يعلق عشان يدافع عن ابن بلده، احنا ما غلطناش في السعوديه. هذا الشخص لا يمثل المملكه. السعوديه تكرم لاجل النبي، السعوديه تكرم بلاد الحرمين، السعوديه تكرم لاهلها الطيبين المحترمين اللي عندهم اصل وعندهم نخوه. شويه المرضى النفسيين اللي قاعدين عمالين يعلقوا خلاص، عمالين يغلطوا خلاص، يقول لك فيلم جديد، المصريين بيعملوا فيلم على السعوديه جديد. احنا ما بنعملش فتن، احنا داخلين ندافع عن حق مواطن مصري اتنصب عليه في السعوديه. انا النهارده في فرنسا منزل فيديو المصري نصب على مصري عادي جدا. مصري هنا في فرنسا نصب على مصري في مبلغ كبير جدا، نزلت وصورت، فمفيش فرق. ده حرام ما يرضيش ربنا. والكلمه اللي عاوز اقولها كمان، بعض الناس يقولوا كافوا عليك يا عتيبي، بسم الله ما شاء ربنا يبارك في عتيبي عشان نصب على المصري وقهره، الهها تتقهر منك له، يجي لك شلل رباعي انت منك له، ليها له. وكل واحد بيعلق تعليق سلبي. يا سخيف يا مريض يا نفسي، يا اللي شايف قيمتك فلوس وابو كرش كده مالكش 30 لازمه، لان قيمه الانسان هي اخلاقه وكرامته، مش قيمته فلوس. لم نخطئ نهائيا في السعودية ولا أهلها الطيبين، ولم نخطئ بحق أي شخص سعودي أصيل محترم. بالعكس، تواصل معايا محامين سعوديين، تواصل معانا مستشارين، تواصل معانا كذا واحد صاحب مطعم واللي صاحب شركة وقول نساعدهم ازاي، تواصل معانا واحدة شغالة في الخارجية السعودية وقالت هتقف جنبه، تواصل معانا كل الناس المحترمة اللي عندها أصل. إنما المرضى النفسيين اللي بيتعلقوا تعليقات سخيفة تشجعوا على الباطل وتشجعوا على ظلم مواطن مصري لدرجة إنك بتكره اسم مصر. أنت مريض نفسي، لو مصر مزعلك أنت مريض نفسي. الوطن له قيمة، ابعدها عن الأشخاص. فشخص سعودي نصب على مصري، هذا لا يدل إن السعوديين ناس وحشين أو إن السعودية مش كويسة. لا، السعودية ناس أفاضل وناس على راسنا من فوق. برضو لو واحد مصري نصب على مصري، هذا لا يدل ان المصريين او الدولة المصرية دولة مش كويسة. بالعكس، هذا الشخص السيء وذاك الشخص السيء كل منهم يمثل نفسه. كل واحد سلبي بيمثل نفسه، اما لما تكون ايجابي بتمثل دولتك. فالسعوديين انتوا على راسنا، ولكن ادخلوا على التعليقات السخيفه، التعليقات اللي كلها مرضى نفسيين. الشاب بيقرا التعليقات يا عيني عمال يتقطع من جواه. بعض الاشخاص المرضى النفسيين اللي الشيطان جه مكان قلبهم كده، اتحط مكان قلبهم، يقول لك ايه؟ بتبكي زي النسوان، جبر الخواطر، قهر الرجال وحش، الهي منك له. كل واحد اتريق على الشاب، وكل واحد ظلم بتعليق، وكل واحد كتب تعليق بيشجع على الباطل. يا رب تتأذي في اعز ما تملك وتتقهر وما تلاقي حد يقف جنبك. وقتها هتعرف يعني ايه قهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، كل الانبياء بكوا. ده بني ادم عادي، بني ادم من لحم ودم، يخرب بيوتكم. محدش يقول لي ايه اللي خلاه سنتين، ما هو مش عارف ينزل، مش فاهم حاجه، لسه جديد مش عارف يعمل ايه. مش فاهمين زيكم. شباب بقالهم سنة ونص جايين ياكلوا عيش من شغلهم لبيتهم ومن بيتهم لشغلهم، مش فاهمين في القوانين. بدل ما نفهمهم انت ممكن تعمل كذا، انتوا زي اغبياء ومش فاهمين.
كمية كسر خواطر ما شفتهاش. تحياتي وعلى راسي كل راجل سعودي وكل سيدة سعودية محترمة من أصل طيب. وأنا بقول لكم إن شاء الله والله ما هنسيب حق. أنتوا مفكرين الموضوع ترند، مفكرين فيديو هنسكت؟ لأ، أنا بتابع الرسايل، بتابع الكومنتات، بتابع على الانست 15 صفحة بتابع عليهم يوميا الرسايل. أنا والفريق العمل اللي شغالين معايا على كل صفحاتي بنتابع الرسايل، بنتابع التعليقات، عشان لو حد بعت إن إحنا نساعد الشاب، لو حد سعودي بعت لنا نكمل معاه، لو حد تبع الخارجية السعودية أو المصرية بعت لنا. متابعين الموضوع، مش مجرد هينزل وخلصنا. المسلسل طويل قوي لحد ما حق العشرة المصريين يرجع، وكل شخص عنده نخوة ما يقبلش بالظلم ابدا. ولو انت تقبل بالظلم يا رب تتظلم في حياتك دنيا واخرة، وتتقهر وما تلاقي حد يقف جنبك.